أنا بعده تندر لي عليا. عجباتني هذه الجملة وحيت فيها معنى عميق، خصوصاً مني عرفت واحد القصة وغادي نعودها لكم. فواحد الغابة كبيرة شعلات فيها العافية، الفيل، الأسد، الزرافة واقفين ما تيديروا والو غير تيتفرجوا في العافية شاعلة في الغابة، والعافية غادة وكتجاهد وتحرق كل شيء، وما واقفين غير تيشوفوا تيدير واحد الطير صغير بزاف، الكوليبري. هذا الطير عنده منقار طويل ورقيق بزاف، ما يقدر يعمر فيه غير قطرات قليلة ديال الماء، ولكن وخا هكا وقف تيقاوم داك العافية. يمشي يعمر الماء في المنقار ديالو ويخويه في العافية، يمشي يعمر الماء في المنقار ديالو ويخويه في العافية، يمشي يعمر الماء في المنقار ديالو ويخويه في العافية، ويرجع يعاود حتى جا عنده الفيل وقال له: وش عندك شي عقل؟ بهذا المنقار الصغير ديالك غادي تقضي على هاد العافية؟ جاوبه وقال: عارف، ولكن أنا تاندير لي عليا الدرس. شحال من مرة كنبقاو غير واقفين كنستناو الآخر يبدأ، فالحقيقة خاصه هو يتبدل الأول، بعدها عاد نتبدل أنا. ولكن الحقيقة هي ما تقدرش تغير شي واحد إلا ما بغاش هو يتغير، ولكن يمكن يتغير إلا شافك أنت تبدلتي، إلا درتي لي عليك، إلا تحركتي، يمكن حتى هو يتشجع ويدير حتى هو. الخلاصة، الكوليبري ما تسناش الفيل وما تسناه حتى شي حد، دار غير لي عليه، ويمكن هادشي بوحدو يكون سبب باش يبدل كل شيء. إذا عجبك هذا المحتوى دير ضروري تابوني باش القناة تستمر.